بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم في قناة كل يوم بداية جديدة. طبعا الجو برد جدا واكيد كلنا في مصر عارفين، وطبعا في بعض الدول العربية عندها برد برضو، وفي بعض الدول العربية لا عندها الجو حر. فانا بعمل النهاردة الوصفة ديت للبلاد اللي فيها جو برد جدا. دي وصفة مغذية وبتدفي كويس جدا وكمان مشبعة قوي وفيها كل العناصر، يعني تعتبر ممكن تتعشي بيها وجبة عشاء يعني، او تتاخد ما بين الوجبات يعني كحاجة كمشروب للتدفئة. النهاردة عندنا الحمص الشام او بيقولوا عليه في مصر الحلبسة. مش عارفة بقى الناس اللي بره مصر ممكن عارفين الاسم ده ولا لا، بس هو مشهور في مصر بالحلبسة، وفي مطاعم وفي عربيات بتبقى واقفة في الشارع بتبيع الحلبسة دي اللي هو حمص الشام. مقاديرنا النهاردة عبارة عن نص كيلو حمص الشام منقوع في مية ليلة كاملة، يعني من امبارح للنهاردة منقوع في المية ومغسول كذا مرة ومتصفي، وبصلاية، 4 فصوص توم صحاح، كمون، فلفل اسود بس حبة صغيرة جدا عشان ما يغمقش المية بتاعته، ملح، وطماطمتين مضروبين في الخلاط وعليهم معلقة صلصة مضروبين في الخلاط مع بعض. اول حاجة بنجيب حلة ونحط فيها مية ونحطها على النار زي ما انتم شايفين المية بتغلي اهي، ونبتدي نسقط الحمص. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي المية غليانها قل، فهنبتدي نسيبها لما تغلي تاني. هستنى لما تغلي وارجع لكم. دلوقتي الحمص رجع يغلي تاني، بصوا الريم بتاعه عامل زي العدس لما غلي في المية. برضو بضطر ان انا لازم اشيل الريم ده عشان بيبقى طعمه مش حلو في الشوربة بتاعته. كده خلص من الريم كله الابيض التخين ده علشان ما يخليليش طعم الشوربه او طعم السائل اللي هيبقى فيه وحش. ايوه كده زي ما انتوا شايفين. باخد اي حاجه بتطلع كده. هشيل الريم كله وارجع لكم تاني لان مش عايزه اطول عليكم الفيديو. كده انا شلت الريم كله. الابيض ده اللي طالع دي رغاوي لكن مش ريم، يعني بصوا دي رغاوي الميه ما رغاوي الغليان. هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي احط التوابل، الملح والكمون والفلفل الاسود والبصل والثوم. انا الثوم بخليه صحيح، في ناس بتحطه مفروم، انا مش بحب طعمه في بقي فبخليه صحيح وبشيله في الاخر. البصل طبعا بيتهري فيها وبيبقى طعمه جميل جدا، وبحطهم مع بعض كده وانزل اي حاجة لازقة في الطبق. كمان هضيف الطماطم اللي مضروبة في الخلاط، دول طماطمتين مضروبين في الخلاط وعليهم معلقة صلصة. هبتدي احطها كلها. برضو انزل اي حاجة في الطبق. بس كده ادي مكونات الحمص الشام، سهل جدا وجميل جدا جدا. هبتدي طبعا اسيبه، هغطي الغطا، هوارب الغطا مش هغطيه على الاخر عشان ما يفرش على البوتاجاز، وهبتدي اسيبه يغلي مع نفسه ويستوي. طبعا مش هياخد وقت كبير علشان الحمص اصلا منقوع كويس ومتصفي. وطبعا لو المية بتاعته دي قلت بزودها، بس بزودها مية مغلية ايا كان بقى، بالكتل، بغلاية، ببراد، بتغلي مية، بتخلي مية دايما سخنة مغلية وتزودي بيها لحد ما تمسكي الحمصاية تتكي عليها تلاقيها استوت وطرية وجميلة. انا في حمصاية هنا مش عاجباني عايزة اشيلها، فيها حتة سودة مشوفتهاش قبل ما احطه. فكده اهو هبتدي بقى اوطي احط الغطا اواربه كده. شايفين متوارب كده بيطلع برضو الدخان علشان لما يغلي قوي ما يفرليش على البوتاجاز. بياخد حوالي ساعة
تقريبا. المهم ان هو الحمصايه تبقى استوت وطريه، ما تبقاش مهريه وقشرتها طالعه. وهسيبكم دلوقتي لحد ما يستوي واوريكم هنغرفه ازاي. ودلوقتي الحمص استوى، انا طلعت التوم بس في فص استوى جامد قوي اهو. ودي التلاتة التانيين هم 4 فصوص توم، انا بشيلهم بصراحة برميهم عشان مش بحب طعمه، مع انه هو بصراحة مفيد جدا طبعا التوم زي ما كلنا عارفين، بس انا مش بحب طعمه يجي في بقي. والبصلاية اهي بسيبها فيها مش مشكلة. دقت انا ملحه مظبوط. والحمصايه بتاعته هوريكم اهي، بصوا بس سخنه قوي مش قادره امسكها. بصوا استوت ازاي كده، خلاص هو كده استوى. وهطفي عليه، وبعد كده هنعبيه في كوبايات ونحط عليه عصير ليمون حسب الرغبة، وفي ناس بتحب تحط شطة، هنحط عليه عصير ليمون وشطة حسب الرغبة. هغرفه واوريكم شكله. ودلوقتي انا غرفته اهو، بيبقى 3/4 كوباية حمص والربع من الشوربة، وعصرت عليه الليمون، بس الحقيقة انا محطتش الشطة، اللي بيحب بيحط عليها شطة، بس طبعا هي الشطة مفيدة جدا ومهمة ومحفزة للدورة الدموية، وكمان بتساعد على الحرق. وعلى فكرة انا سمعت في برنامج على CBC سفرة سالي فؤاد اللي هو برنامج حلو وحادق، قالت ان حمص الشام ده وجبة مشبعة ومغذية ومفيدة للي بيعملوا دايت. ولما تضيف لها الشطة، سواء شطة مطحونة او شطة قرن شطة وهي بتتسلق، بيحفز جامد جدا الجسم على الحرق بتاع السعرات. فادي كده احنا عملنا النهاردة وجبة مغذية ومشبعة وبتدفي وبتدي طاقة جامدة جدا في فصل الشتاء. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، وبشكركم ان انتوا بتتابعوني، وبشكركم جدا على كل التعليقات الحلوة اللي بتجيلي، ومستنية اشوف تعليقات اكتر. حتى لو في حاجة مش عاجباكم يا ريت تكتبوها لي علشان احسن منها. واتمنى ان انتوا تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.